من اهم الاكتيفيتيز اللي موجوده عندنا في شغل الديف اوبس اكتيفيتيز بنقول عليها اختصارا CI/CD، ودي اختصار لثلاث انشطه: Continuous Integration، Continuous Deployment، و Continuous Delivery، ودول مكانهم على خريطه الديف اوبس كالتالي. طيب الانتجريشن ده المقصود بيه هو ان كل ديفلوبر كتب الكود بالطريقه المتفق عليها، ابتداء من الستايل بتاع الكود نفسه، الكتابه نفسها شكلها ايه، وبعدين الحاجات اللي بتحكم عمليه الميرج مع الماستر برانش، ثم عمليه بيلد فعلا للكود، ثم عمليه رن لليونت تيست بشكل اوتوماتيك، واليونت تيست دي كلها تنجح. نشاط الانتجريشن ده غير معني بعمل ديبلوي للابليكيشن على اي انفايرمنت، هو فقط نشاط هدفه التاكد ان الكود سليم. فحتى البيلد اللي هو بيعمله لنفسه، هو بيبيلد ويرن يونت تيست وخلاص. الانتجريشن علشان يتقال عليه continuous integration فكل الخطوات دي لازم تبقى اوتوميتد. لما اي ديفلوبر يخلص شغله لازم يبقى عندنا اي حاجه تشتغل بشكل تلقائي انها تاخد شغله ده وترن عليه شويه الحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب الشيء الاوتوميتد ده احنا بنقول عليه بايب لاين. حوش شويه المسميات دي لغايه لما تشوفها في الحقيقه شغاله ازاي. طيب اما الكونتينيوس ديليفري فده بيعتبر الخطوه اللي بعد الانتجريشن. ده النشاط اللي بنجهز فيه نسخه جديده من الابلكيشن او السيستم انه يتعمل له ريليز على اي انفايرمنت بقى ايا كان، سواء كانت التستنج او الستيج او البرودكشن او ايا كان. الكونتينيوس ديليفري مش مجرد انه بيعمل بيلد للكود، لا ده كمان بيجهز كونفيجريشنز الخاصه بالانفايرمنت اللي موجوده. ممكن كمان يعمل بعض انواع التيستس زي مثلا الانتجريشن تيست او اللود تيست، ممكن الكلام ده يتعمل في الجزء بتاع الكونتينيوس ديليفري. لكن الخطوه الاخيره بتاعه الديبلوي دي لازم تدخل بشري. احفظ بس الحته دي كويس قوي، هو بيعمل حاجات كتير قوي، لكن اخر خطوه اللي هي الديبلوي النهائي فعلا، يلا انا مطلع الابلكيشن اهو على الانفايرمنت، محتاجه تدخل بشري. يعني ايه تدخل بشري؟ يعني حد يدوس بس على الزرار يابروف، ياكد انه اوكي كمل الخطوه دي اعملها. هو كل حاجه هتبقى اوتوميتد بس الستيب دي هتقف، هتستنى حد يابروف. اوكي طيب الكلام ده ينقلنا للكونتينيوس ديبلويمنت، وده باختصارا هو الكونتينيوس ديليفري. لكن الخطوه الاخيره بتاعه الديبلوي بتتم بدون تدخل بشري، ومجرد ان كل الخطوات نجحت خلاص بيكمل لغايه الاخر. ده الفرق بين الكونتينيوس ديليفري والكونتينيوس ديبلويمنت، مفيش فرق تاني اكتر من كده. واحد الخطوه الاخيره بتاعه الديبلوي عايز ابروف، وواحد مش عايز ابروف. لهذا السبب انت هتلاقي برضو الاختصار بتاع الثري اكتيفيتيز دول CI/CD فقط، يعني مفيش 2 CD، هي CD واحده، لان انت في الاخر بتختار واحده منهم تعملها. طيب كل اللي فات ده كلام نظري، لكن جرت العاده في مجال السوفت وير ان التطبيق يبقى مختلف نوعا ما عن النظريه، وده راجع لان كل شركه مختلفه عن التانية. حتى لو الشركات كلها بتنتج سوفت وير لكن احتياجاتهم وطبيعتهم مختلفه. مش كل الشركات اصلا عندها الحاجه للCI/CD بايب لاين، وفي شركات تانية ما تقدرش تستمر من غير CI/CD بايب لاين. وما بين بقى النوعين دول في شركات متنوعه. خليني اقول لك هنا حاجه، ان لما احنا بنبدا شغل على السورس كنترول، انا هفترض ان احنا بادئين دلوقتي تعديلات من بعد ريليز 1. يعني احنا كان عندنا بالفعل ريليز 1، وفي مرحله ما من البرانش اللي هو الماستر بتاعنا عملنا تاج كيت سورس كنترول بيسمح بحاجه اسمها تاج، وسميناها 1.0، اللي هي عند النقطه دي من التعديلات. كل التعديلات دي كلها كده دي كانت الريليز 1، وانا هبدا بقى دلوقتي ابدا اعمل في ريليز 2. فبنبدا نعمل نسخه، نعمل برانش نسميه ريليز 2. كده انا خدت برانش من الماستر برانش، اوكي. ومن بقى البرانش بتاع ريليز 2 ببدا اطلع لكل ديفلوبر برانش بتاعه، والبرانش ده غالبا بيبقى باسم التاسك او رقم التاسك المتفق عليه. التاسك دي ممكن يكون فيها فيتشر جديده، او ممكن يكون فيها تعديل، او ممكن يكون فيها ايا كان. المهم ان الديفلوبر الفلاني واخد التاسك رقم كذا وشغال عليه. طيب الديفلوبر بعد ما بيخلص شغله ما بيعملش بوش. اصلا في الشغل المظبوط المفروض ان الديفلوبر ملوش صلاحيه انه يعمل بوش على الريليز او على الماستر، هو بيعمل بوش على التاسك بتاعته فقط، اللي هو البرانش اللي هو خده. طيب البرانش ده بقى عايز يوديه يميرج مع الريليز 2.0، لا مش هو اللي هيعمل الحركه دي. الحركه دي بتبقى المعني بيها التيم ليدر غالبا او الكود اونر. المفروض ان بيتم عمل مراجعه للكود، مراجعه غالبا بتبقى سطحيه، ما بتبقاش حاجه عميقه قوي يعني، بس المهم انها تبقى مراجعه، ان في بني ادم راجع الكود وتاكد ان اللي اتعمل ده هو فعلا اللي كان متفق عليه انه يتعمل. التاسك دي كانت بتتكلم في كذا، وواضح فعلا ان الكود اللي اتعمل ده هو بيبقى كذا. مراجعه اللي هي مراجعه عميقه، ده معناه ان التيم ليدر ده مش هيلحق يشتغل شغله هو ذات نفسه،
ان صعب ان التيم ليدر يقعد يراجع كل الاكواد بشكل عميق، لا بتبقى مراجعه سطحيه، واحيانا بيبقى في برضه بعض التولز بتساعد التيم ليدر ان هو يعمل ريفيو. طيب مين الكود اونر ده بقى؟ خلينا يعني ناخد برانش كده من الكلام ونتكلم على الكود اونر ده، حاجه جانبيه يعني كده. المفروض الديفلوبر اللي اشتغل في فيتشر من اولها وهو اللي عملها يبقى هو الاونر بتاعها. طيب الاونر دي مش معناه ان هو المالك، هي بس هي الاونر رمزيا، يعني الاونر اللي هو المسؤول عنها، الراجل ده هو المسؤول عن الفيتشر دي. البروسيس اللي بنشتغل بيها في الديفلوبمنت تيم مختلفه. في شركه الطبيعي ان الكود اونر ده هو اللي يفضل مسؤول عن الكود ده، ويفضل واي تعديلات تيجي على الجزء ده هو اللي يعملها مش حد غيره. وده طبعا شيء بيصب في مصلحه الكود، ان احسن حد يعدل في الكود اللي كاتبه. في شركات تانية بتسمح ان اي حد يعدل، لكن لازم الاونر يابروف التعديل. ليه؟ طالما سمحنا للناس تعدل في اي كود يبقى في برضه حد اسمه اونر وهو اللي يابروف. والله لسببين. السبب الاولاني زي ما قلت لك لمصلحه الكود، لان الاونر ده هو اكتر واحد فاهم الكود، فممكن التعديل ده يكون بيتعارض مع حاجه اللي بيعدل اصلا ما كانش فاهمها. يعني اللي بيعدل كان فاهم حاجه غلط، ولا ده اللي انت بتعمله اصلا في حاجه مش مظبوطه، ده عكس اللي احنا كنا عايزينه من الاول، فانت كنت فاهم غلط، فمعلش ده ريجكت. والسبب التاني سبب اخلاقي، لان ما ينفعش يبقى حد عامل كود وحد تاني يجي يغيره وخلاص. انا عندي تصور تاني للكود اللي انت كاتبه فانا هعمله. حتى لو التصور التاني ده سليم، بس ده كده بيخلق بيئة عمل غير صحية. في ناس ممكن تقول لك لا مفيش حاجة اسمها كده وكلنا لازم نتقبل التعديلات واحنا واحنا واحنا، بس اللي بيقول كده غالبا هو الشخص اللي دايما عايز يعدل على غيره. اما الناس الطبيعية فده بيبقى بالنسبة لها شيء طبيعي. طيب الطبيعي اصلا في اغلب الشركات، لو انا شايف زميلي اللي كاتب فيتشر معينة وشايف انها فيها مشكلة، فانا بروح اكومينيكيت المشكلة مع زميلي ده، بقول له خلي بالك الفيتشر دي فيها حاجة كذا كذا كذا. لو احنا ناس طبيعية فالطبيعي ان زميلي ده الاونر بتاع الفيتشر دي صح انت عندك حق، فيبدأ يعمل لها تاسك فيكس ويفيكس هو بنفسه، تمام، او يقول لي لا ده في حاجة انت مش فاهمها انا هفهمها لك، احنا عاملين دي عشان 1 2 3. ده الجو الهيلسي جدا، وده برضو من مصلحة الشركة ان العلاقة بين افراد التيم تبقى علاقة صحية، ناس شغالة حاسين بقيمة اللي بيعملوه وهم نفسهم ليهم قيمة في المكان مش ملطشة. اوكي. اما لو الاونر ده هو يعني مستواه على قده، فمفترض التيم ليدر او الشركه يبداوا يسحبوا منه صلاحيات لغايه لما يشوف هيعملوا معاه ايه، يعني هل انت هتكمل معانا اصلا ولا لا. تمام. فده موضوع برضو. لو الاونر ده متعجرف اللي هو فعلا في مشكله وهو لا انا مش هقبل تعديلات، برضو ما ينفعش نسيبه، لازم ناخد معاه اجراء. فالموضوع مش ان الاونر ده مالك الكود ومحدش يقرب من الكود بتاعي وانا المسيطر، لا لا خالص. هي كلها حاجات تنظيميه ولمصلحتنا كلنا. اوكي. فيا الاونر يا التيم ليدر هم اللي لازم يعملوا ابروف للتشنجز اللي جاي. ده هنا عمل ابروف، وهنا كل الديفلوبرز خلصوا. بعد ما كل الديفلوبرز بيخلصوا الشغل المتفق عليه والشغل كله اتعمل له ميرج زي ما احنا شايفين مع البرانش الرئيسي بتاعنا اللي هو ريليز 2، بنعمل رن للبيلد بايب لاين. وممكن يكون بيلد بايب لاين ده بايب لاين مستقل، وممكن يكون مش مستقل، يعني ممكن يكون جزء اصلا من بايب لاين وممكن يكون مستقل، على حسب احنا بنقسم الدنيا زي ما احنا عايزين. بيعمل بيلد مفروض، ومفروض ان هو يرن يونت تيست. المفروض كل كود مكتوب عندنا يبقى ليه يونت تيست، يعني اي تاسك من دول يكون فيه فايلز معروفه بالاسم كده، ده اليونت تيست بتاعها. فلما ترن كله سكسيد خلاص تمام، لو في حاجه فيلد ريجكت ما تكملش. تمام. نتيجه البيلد ده ممكن تتخزن في اي ريبوستري تاني على كود كوميت مثلا او جيت ايا كان، او ممكن تتخزن حتى كارتيفاكت في الاس 3. نتيجه البيلد احنا دايما بنسميها ارتيفاكتس، ده اسم كده متعارف عليه، حاول تحفظه برضه من الاسامي المصطلحات اللي انت تلمها معاك طول ما انت ماشي كده. طيب زي ما قلت لك نتيجه البيلد بايب لاين ده، الارتيفاكت اللي طلع ده يا بيبقى نقطه بدايه لبايب لاين تاني، او نقطه انتقال من ستيج لستيج في نفس البايب لاين، مرحله لمرحله في نفس البايب لاين. زي ما قلت لك بنقسمها زي ما احنا عايزين. فده في حاله لو احنا هنقسم، عندنا بيلد بايب لاين بيعمل الحاجات دي، وبعدين عندنا ديبلويمنت بايب لاين بيكمل الجزء بتاع الديبلويمنت. وهنا الديبلويمنت بنختار حاجه من الاثنين، يا بنختار يبقى يمشي لوحده اوتوميتد، يا اما بيختار حد يدوس على الزرار بايده يعمل ابروف. طيب بعد ما اتاكدنا ان الريليز الجديده شغاله كويس، بنعمل ميرج بقى مع ايه، مع الماستر برانش. تمام. ونعمل حاجه برضو اسمها تاج برقم الريليز، وكده الشغل بتاعنا خلص. والبايب لاينز المعنيه بالديبلويمنت على البرودكشن تسحب بقى الكود من الماستر وتكمل شغلها بنفس الطريقه اللي فاتت برضو، بس هيبقى رايح للبرودكشن.
طيب احنا فهمنا من الدرس اللي فات بتاع الانفايرمنتس ان احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من انفايرمنتس. دول هنتعامل معاهم ازاي واحنا بنطبق السي اي سي دي؟ والله هنا في مدارس مختلفه. يعني في ناس بيعملوا بايب لاينز مختلفه لكل انفايرمنت، وفي ناس بيعملوا بايب لاين فليكسبل بما فيه الكفايه انه ينفع لكل الانفايرمنتس. البايب لاين الفليكسبل ده لازم ياخد شويه بارامترز عشان يحدد هو هيشتغل على انهي انفايرمنت، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض لما نيجي نطبق البروجكت بتاعنا.